فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. طولي بالك خلي بالك أطول شيء في حياتك. خذي نفس دائما عميق في أي مشكلة تواجهيها. لا تواجهيها بالتوتر، لا تواجهيها بالخوف، لا تواجهيها بالقلق، لا تواجهيها بالصراخ، لا تواجهيها بالعصبية، لا تواجهيها بالانفعال. أيا كان الشيء اللي عطاك ذاك الكف ولففك حوالين نفسك، قبليه بالهدوء، الصمت، تفكير هادي راقي، ركعتين لله سبحانه وتعالى، تأمل، هدوء، طولة بال، كفيلة تعدي معاكي أي مشكلة وتفكري بالحل الصحيح في أي مشكلة، ولا تمرضي ولا تكتئبي ولا تحزني. صبر وطولة بال وهدوء وحكمة هيخليكي تعرفي وين تتجهي ومع مين تتواصلي. يا مساء الخير، يا مساء النور، يا مساء الحب، يا مساء الفرحة، يا مساء كل حاجة حلوة في حياتكم. وش راكم حبوباتي؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير، ولا فيديو تاعي تلقاكم كامل بصحة جيدة وفي احسن الاحوال. توحشتكم بزاف وعاودت رجعت لكم بروتين متنوع في بزاف افكار، فيه وصفه نتمنى تشوفوه للاخير، واللي شافت لا فيديو نتمنى دير لي جام هكا باش تشجعني وتخلي لي تعليق شباب باش نتحفز ونزيد نحط لكم لي فيديو. واللي اول مره تشوف قناتي ما عليها غير دير ابوني وتفعل الجرس باش يوصلها كل جديد. كيما راكم تشوفوا حبوباتي، كيما اليوم الصباح كان الجو هايل، يعني بدات البروده هذيك، كان مخلط الشمس والبروده كيما تشوفوا نط غسلت بالجال هذاك تاع ابو سعد، هذاك يهب لي البنات، هذاك تغسلوا به يوميا اللي لا كولر تاعو غاز، خصوصا اللي البشره تاعهم دهنيه يساعدهم بزاف. من بعد كنت درت مورد اللي دائما نذكركم به وما نستغناش عليه، وبعدها بروسيت سناني وهكا رحت لبست بيجاما كيما تشوفوا، درت هكا بارفان، وهذا مكان كيما تشوفوا حبوباتي. هنايا كان الزوج ثاني ناض، كنا يعني صلينا قبل كلش، وهنايا جيت نوجد فطور تاع الصباح. دايما تقولوا لي كي جيت توجدي هكا نشتيو هذا المقطع دايما ديريه لنا، وانايا نلبي يعني طلباتكم كل خطره ندير حاجه تقولوها لي. هنايا كيما تشوفوا كان عندي هذا الباتيسري، وهذه الياورت هذه بزاف منكم المره اللي فاتت كي حطيت لا فيديو سقسيتوني قلتوا لي اسكو هذه يشربوها غير اللي عندهم لانيمي، ولا نقول لكم لا هذه فيها بزاف لي فيتامين، شريوها جربوا لوغو تاعها وقراو واش مكتوب فيها. انا يعني ما تفلسفش عليكم بزاف، كل وحده جربتها تكتب لي، انا يا غير قاعد والفنا بيها وما نشربوش حنايا الحليب والقهوه، على بيها نفطروا بيها الصباح. هذا مكان كان عندي ثاني البنان، كنت حطيت شويه وجيت هنايا للصالون بدلت الشهريه. عن بالكم الشهريه هذه خلاتني نحس بالوقت بزاف، وخلاتني نخطط للايام، وخلاتني اليوم هذاك يعني اليوم اللي مع الصباح كي نبدل ونشوف بار اكزامبل اليوم 7 نوفمبر نعرف مليح واش راح ندير فيه، يعني ندير فيه بزاف حاجات ما نخليش يروح هكاك وخلاص. من بعد هنايا كانت دنيتي يعني نظيفه، كنت روحت من دار ناس، سيقت، مسحت الغبره، المهم ما عندي حتى حاجه. كي نضت الصباح يعني لقيت داري نظيفه، قلت حليت التواقي، درت القران. من بعد
جيت هنايا قلت نعطرها. انا خي دائما نحكي لكم على التعطير ونقول لكم باللي التعطير راهو يلعب دور في حياتنا. كي تعطروا راكم راح تحسوا بالراحه، سواء تعطروا بالبخور ولا دو غيزون ولا ما باليش انا معطرات هذوك اللي ما نشاركها معاكم. اي معطر راح يبدل لك المورال، حيطلع لك المورال. يا بعد انتي بعد كي تشوفي دارك هكاك راح تحلالك. بزاف منكم يقولوا لي يا ميمي كيفاش تشعلي البخور ويبقى يعني مده هكا وما يطفاش. نقول لكم شوفوا يا البنات عادي جدا، ديروا بابي الومنيوم ولا بابي كويسون. انا مرفه ندير الومنيوم. الخطره هذه كي خلص لي درت بابي كويسون. تجيبي فحمه مدوره ولا تقسميها على النص كيما درت انايا، تشعليها مليح 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 حتى تشوفي هذاك الفحم بدا يطرطق. كي يطرطق فما اللي تحبسي تشعليها بالبريكه ولا بشاليمو، ومن بعدها تحطي البخور اللي بغيتي. انا دايما نستعمل هذا كريستال وشكرته لكم بزاف، لا خاطر ريحته كيما البارفان، ريحته ماهيش كيما البخور، خلاص ريحته كي لي بارفان. راكي مدارتها في دارك، اللي جربوه يقولوا لي. هذا مكان هنايا شوفوا كي تحطوا البخور هذاك خلاص يولي سما طالع ويشعل لكم هكا، يعني يشعل لكم وما يطفاش حتى نطفيوه نتوما. انا شوفوا انا نبخر الدار كامل ويبقى شاعل حتى نروح انايا نحي هذاك البابي كويسون ولا الومنيوم ونكب عليه الماء باش يطفالي. هذه عن تجربة. هذا مكان كما تشوفوا حبوباتي كنت عطرت الدار كامل، درت على البيوت على الصالون. وش نقول لكم كي نوض وين نلقى داري نظيفة المورال بعد يطلع. من بعد ما كنت عطرت جيت هنايا للنبتة هذه. شوفوا انايا النبتة هذه نقول لها نبتة قوامة، تقاوم البرد تقاوم السخانة ما شاء الله، يعني تكبار والله. شوفوا جبتها كي جبتها كان فيها، شريتها من المشتلة، كان فيها يا ربي 3 ورقات. هذا مكان شوفوا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، يعني نبتت لي وصدقت لي، يعني روعة. أنا ثاني يعني نعتني بها، نعتني بهم بزاف بالنباتات التوعي. نشتي حاجة خضراء في حياتي نقول لكم دخلوا حاجة خضراء في حياتكم راح يطلع لكم المورال. كيما تشوفوا أنا دايما هكا مديرت لهم خطرة في الأسبوع نمسح لهم كامل الورق تاعهم. وهنا كنت شريت هذا البو باش بغيت نبدلها، بصح راح للمقطع هذاك قلت خليكي نحط لكم الفيديو تاع البالكون ان شاء الله راكم تشوفوا كلش. اللي لقيت النبته هذه نقول لكم غير شريوها راهي تهب لي البنات وتصدق. هذه هي حبوباتي. من بعد هنايا بعد ما كنت كملت قلت ندير الغداء. كيما راكم تشوفوا حنشارك معكم واحد الوصفه سهله وما فيها والو تنحي لكم حيره. هنايا كنت حطيت قولوا 4 مغارف تاع الزيت، وجبت هذه الكويس كانت عندي يعني في كونجيلاتور كانت مغسوله. تحمري الكويس هذيك حمريها في الزيت هذاك واحد 5 دقائق. من بعد زيدي البصله والثوم والتوابل. شوفوا انا درت كركم، درت توابل دجاج، زنجبيل، شويه فلفل الكحل، شويه برك فلفل احمر، كزبر، ودرت سميولي ملح. هذا مكان وتخليهم يتقلاو مليح مليح مليح. يعني تقليه هي اللي تخلي الماكله تجي بنينه. من بعد ما تقلاو كنت زدت لهم الزيتون خضر ومرقت، درت ما كثرتش بزاف لاصوص باش تجيك مخاثره. هنايا كنت ثاني وخليتها طيب، ومن بعد رحت قشرت البطاطا هكا وقليتها كيما راكم تشوفوا. بعد ما كانت اختارت لي لاصوص وطاب لي الدجاج، نحيت الدجاج ولحت هذيك الفريت فيه. هنا شوفوا اللي عندها فرماج رابي هاي دير طبقه، اللي عندها هذا تاع لي ساندويتش دير ثاني. كيما تشوفوا كي ديري لهذاك الفرماج تجيك لاصوص هذيك خاطره كيما راكم تشوفوا فيها، وتجي بنينه تبان كلي تبان شغل صوص بلون بالكريم فريش، بصح هي ما فيهاش كريم فريش. هذا مكان، هذا هي كانت الوصفه تاعي، تجي بزاف بنينه وتجي مجمره الله الله.
زيدوا لها عصرة تاع قارص. وش نقول لكم، شهيتكم في الجنة ان شاء الله. اللي جربتها تبعت لي في الانستغرام تاعي اللي حنخليه لكم في صندوق الوصف. هنا كان عندي ثاني رمان والبنان، والحمد لله على النعمة، ربي يدومها عليا وعليكم. نقول لكم وصلنا لنهاية لا فيديو، نتمنى يعجبكم، نتمنى تدعمونا بالجيم. نقول لكم نحبكم ومع السلامة.